تخيل معايا كده انك سافرت المانيا وبعد شويه تلاقي جارك الالماني بيبيع كل حاجته وبيهاجر. هو مش العكس المفروض يحصل؟ طول عمرنا بنسمع عن ناس بتحلم ان هي تهاجر المانيا، سواء طلبه، لاجئين، ناس جايين على شغل على طول، شباب عايز يبدا من الصفر، او عائلات بتحاول تدي لابنها او بنتها مستقبل احسن. بس مؤخرا في ظاهره كده جديده بدات الواحد يلاحظها هنا في المانيا. ناس المان مولودين ومتربين هنا في المانيا بيقرروا يسيبوا المانيا ويبداوا حياتهم في دوله تانية، سواء في اوروبا او بره اوروبا، بيبحثوا عن بدايه جديده هناك. طب هل ده مجرد حالات فرديه ولا فعلا بيتقال عليها موضه جديده، موضه الهجره العكسيه؟ في الفيديو دوت هنحلل الظاهره دي من كل الزوايا. هل الالمان بيهاجروا فعلا ولا مجرد شويه قصص في السوشيال ميديا؟ ايه الاسباب اللي تخلي مواطن الماني يسيب كل حاجه ويسيب كل المميزات في المانيا ويهاجر بره؟ هل فعلا المانيا بقت اقل جاذبيه حتى للالمان نفسهم؟ ايه الدول اللي هم بيقرروا يروحوا ليها ويهاجروا ليها ليه؟ وهل ده معناه ان في حاجه غلط بتحصل ولا ده حاجه طبيعيه ممكن نشوفها هنا في المانيا؟ تعالوا نخش على التحليل حتى بالارقام والصوره هتوضح لك بالكامل. اللغة الألمانية في ناس بتقول عنها صعبة وناس بتقول إنها سهلة. لو عايز تبدأ ألماني من الصفر بس تسمع دايما إنها صعبة أو بدأت فعلا وكان عندك مشكلة في اللغة، أنا جبت لك الحل. أكاديمية أوف جيتس من أفضل الأكاديميات لتعليم اللغة الألمانية الفترة دي، وبتشتغل بطريقة learning by doing، يعني مش حفظ وخلاص، لا دي بتعيش تجربة ألمانيا كاملة عشان اللي بتدرسه في السيشن تقدر تستخدمه في الحقيقة. لو أوفلاين فهم في اسكندرية سيدي جابر، وكمان عندهم أونلاين. لو تكلفة قلقاك ما تشغلش بالك، في خصم مستنيك لو جيت عن طريق الفيديو دوت. خش على وصف الفيديو، سيب بياناتك في الفورم وسيب الباقي عليهم، وما تنساش تعلم انك جاي من عندي، اوعى تنسى. لما نقول هجرة عكسية احنا مش بنتكلم كده عن اجانب راجعين مثلا بلدهم، يعني مثلا سوريين في المانيا راجعين لسوريا، لا احنا بنتكلم عن المان اصلا مولودين هنا معهم الجنسية الألمانية، متعلمين وشغالين، وبيقرروا يسيبوا ألمانيا بمزاجهم ويروحوا يعيشوا في بلد تاني. يعني الناس بدل ما تروح ألمانيا بقت بتعمل العكس، ناس ألمان بيهاجروا من ألمانيا. هل فعلا الأرقام بتأكد كده؟ أيوة، والأرقام بتزيد كل سنة. في سنة 2023 حوالي أكتر من 266 ألف ألماني هاجروا وسابوا ألمانيا. لو بصينا من قبليها ب10 سنين في 2013 هنلاقي إن تقريبا الرقم دوت اتضاعف، يعني كان بيبقى مثلا 100 حاجة و30 ألف بيهاجروا كل سنة. ليه الرقم ده اتضاعف في 2023؟ وكمان في تقارير طالعة من مكتب الفيدرالي الألماني إن في حوالي 250,000 ألماني كل سنة بيحاولوا ان هم يهاجروا ويسيبوا البلد. مش كلهم الصراحه بيهاجروا للابد، يعني بيسيبوا المانيا وما يرجعوش تاني. في ناس منهم كده وفي ناس منهم بيرجعوا تاني المانيا. بس ايه البلاد اللي هم بيروحوا يهاجروا عليها ويستقروا فيها؟ تعال نشوف. عندك البرتغال، اسبانيا، المجر وتايلاند، الامارات، جورجيا، بلغاريا وتركيا، واحيانا امريكا وكندا. السؤال هنا، الناس اللي بتهاجر دي كلها مش لاقيه شغل؟ لا نهائي، الموضوع مش كده خالص. المفاجاه ان معظم الالمان اللي بيهاجروا بيكونوا في منتصف العمر او اكبر شويه، عندهم شغل كويس في المانيا ومعاهم فلوس كافيه يبداوا حياه جديده في مكان جديد. يعني هم مش مهاجرين هربانين مثلا من وضع قاسي في المانيا، لا تقدر تسميها كده هجره بديله. يعني بيدوروا على نمط حياه مختلف، ممكن ضرائب اقل، ممكن جو احسن، او حتى مجتمع مختلف عن اللي موجود في المانيا. الظاهره دي مختفيه شويه، مش بتغطيها يعني الاعلام في المانيا، ومش دايما بياخدوها بجديه في الاعلام الالماني الصراحه. بس بدانا نلاحظ ان شويه صحف مثلا زي دوتش فيلا، دي فيلت، الاف ا تي ودير شبيجل كلهم بداوا يتكلموا عن الهجره العكسيه، وبرضه بيطرحوا نفس الاسئله. هل المانيا فقدت الجاذبيه بتاعتها؟ هل الضرايب والبيروقراطيه خلقت الناس ولا دي موضه وخلاص؟ الناس حابه ان هي تسافر وحابه تجرب حياه في مكان جديد، تعيش في بلد تانية ارخص واهدى شويه. وتعالى نخش على أول سبب ممكن يكون من الأسباب اللي دفعت الناس دي إنها تهاجر. طبعا الاقتصاد، السبب الاقتصادي. هل ألمانيا بقت غالية عن قبل كده؟ المفاجأة إن مش إحنا بس الأجانب اللي حاسين بالغلاء، لا برضه الألمان اللي عايشين في ألمانيا هم برضه حاسين بنفس المشكلة. الناس دايما متخيلة إن الألمان مرتاحين ماديا وإن الغلا ده أصلا مش فارق معاهم، بس الحقيقة غير كده تماما. الألمان نفسهم بقوا يحسوا إن ألمانيا بقت غالية عن الحياة اللي تستحقها في ألمانيا، وكتير منهم بدأوا يسأل ليه أنا بدفع ضرايب حوالي 30 أو 40%، وليه أجر شقة صغيرة في مدينة كبيرة مثلا أدفع 1500 يورو للشقة دي ممكن تكون نص مرتبي أو أكتر من تلتين مرتبي، وليه في بيروقراطية جامدة قوي في ألمانيا؟ فعلا ارتفاع الأسعار في ألمانيا بقى واضح جدا.
اسعار المنتجات في السوبر ماركت زادت اخر مره مقدار 20 30 40 50، وساعات بعض المنتجات كمان 80 90 100%. الايجارات في المدن الكبيره زي برلين وميونخ وفرانكفورت بقت خرافيه، ده اذا لقيت اصلا شقه او لقيت اوضه هتبقى باسعار خرافيه. بعد ازمه روسيا واوكرانيا اسعار الطاقه عليت جامد، بقت البنزين والديزل وكمان الغاز كلهم اسعارهم غليت، وبالتالي كل حاجة بعديها غلت، لأنك أنت بيعتمد برضه على وسائل النقل. وسائل النقل بتحتاج البنزين والديزل والغاز عشان تقدر إن هي تنقل المنتجات، وبالتالي الأسعار الشحن والنقل غليت والمنتجات نفسها غنيت معاها، ارتفعت الاسعار. الضرايب والتامينات والمعاشات والقصص دي كلها بتاكل جزء كبير من المرتب، حوالي 40%. طبعا انا باخد مثلا مرتب نفترض مثلا 1000 يورو مثلا، انا بديك مثال يعني، حوالي باخد منهم 600 يورو 700 يورو. طبعا قليل جدا بالنسبه لشخص عايز يعيش في المانيا. لو انت بتاخد 3000 يورو هتلاقيك مصفصف على 2100 2200 في الحدود ديت، ممكن اقل شويه لو انت عايز. في ناس بقى من الالمان بدات تحس ان العائد المعيشه نفسه اللي جاي من المانيا بالميزات اللي هي فيها ما بقاش يستحق ويستاهل. تعالى نعمل مقارنه خفيفه كده بين شويه دول مع بعض مع المانيا. نبدا بالمانيا على طول. متوسط الايجار الشهر لو انت عايش في شقه من 1000 ل 1000 ونص. ضرايب على الدخل حوالي من 30 ل 45% في بعض الاحيان. تكاليف المعيشه بقت عاليه نسبيا. البرتغال نفس الشقه هتكلفك من 400 ل 800 يورو. الضرايب هناك حوالي من 10 ل 20%. تكاليف المعيشه في البرتغال منخفضه شويه. نشوف بلغاريا، نفس الشقة هتكلفك من 200 ل 500 يورو في الشهر. الضرايب عندهم ثابتة 10%. تكاليف المعيشة هناك منخفضة جدا، مش تدفع حاجة تقريبا. تايلاند نفس الشقة أو نفس المكان نفس المساحة هتدفع فيها 300 ل 600 يورو. الضرايب عندهم صفر، ما بيدفعوش ضرايب. تكاليف المعيشة عندهم منخفضة جدا. الإمارات نفس الشقة من 800 ل 1500، الشقة غالية شوية، تدفع ولا حاجة ضريبة على الدخل بتاعك. تكاليف المعيشة هناك متوسطة، ممكن تكون مرتفعة شوية، من متوسطة لمرتفعة. فدي مقارنة بسيطة ما بين ألمانيا وبعض الدول اللي اخترناها. يعني اللي بيشتغل مثلا أونلاين في ألمانيا بيقبض باليورو عايش في الدولة دي، هو عايش مرتاح، هيعيش حياة أريح وأرخص في بلد تاني، ومعاه نفس الفلوس اللي كانت مكفية في ألمانيا. فالألمان بقوا زينا حاسين بنفس الإحساس إن الحياة هنا في ألمانيا بقت somehow إلى حد ما يعني ما تستاهلش الامتيازات اللي أنت بتاخدها، ما فيهاش مستوى جودة حياة بالفلوس اللي انت بتاخدها يستاهل. بدأت بعض الناس تحس كده. اما بالنسبة لرأيي الشخصي انا شايفها لغاية دلوقتي معقولة متوسطة، لا هي حلوة ولا هي وحشة، ما بين الاتنين. بس زمان كان احسن من دلوقتي الصراحة يتقال. وده خلى بقى ناس كتير من الالمان بتقول نفس الحاجة. طب انا لو اخدت نفس المرتب او حتى اقل منه بشوية بس عشت في بلد ارخص بكتير والجو بتاعها حلو، يبقى انا اللي كسبان. هما بدأوا يفكروا بالطريقة ديت. من أحد الأسباب الرئيسية اللي هي تخلي أي شخص يسافر ويسيب البلد هي أسلوب الحياة نفسه. في ضغط الحياة في ألمانيا، حتى الألمان نفسهم ده أكيد موجود، في التزام، في دقة، في قوانين، وفي ورق ومصالح، وكتير من الناس شايفة إن ده شيء إيجابي. بس في برضه بعض الألمان حاسين إن حياتهم بقت عبارة عن مكنة وهم شغالين فيها، كلها شغل وبيروقراطية الاتنين، ومفيش وقت ان هم يعيشوا حياتهم. ناس كتير بدأت تحس ان هي بتصحى من النوم، ممكن تحس ان هي مثلا اليوم بتاعها ممل، روتين بيتكرر كل يوم، بيرجعوا على البيت مثلا مرهقين تعبانين، بيحاولوا ان هم يستمتعوا بالويك اند السبت والحد بس بيخلص بسرعه ما بيلحقوش. كل دوت عشان يدفعوا ضرايب، فواتير وايجارات وفلوس كتير. وخلى بعض الناس تسأل هل ده طبيعي؟ هل ده فعلا حاجه تستاهل الواحد يتعب عشانها؟ هو ده الحياه اللي انا عايزها؟ بعض الناس بتفكر بالطريقة لا مش هي دي الحياة اللي أنا استاهلها، فبيبحثوا بقى عن حياة أهدى وأبطأ، بيسموها سلو لايف. في دول مثلا زي اللي احنا قلناها البرتغال، أسبانيا، تايلاند، جورجيا، الناس بتعيش هناك برتم أهدى، الناس مش بتجري، مفيش توتر زايد، في مساحات خضراء، في بحر، في شمس، في طبيعة. الحياة الاجتماعية هناك أدفى وأبسط، وده بقى اتراكتيف وجذاب قوي لكتير من الألمان، خصوصا اللي تعبوا من الحياة الصناعية في المدن الكبيرة. والمناخ أو الطقس أو الجو هو عامل نفسي مهم. مين يعرف يعيش في ألمانيا 7 شهور بتوع من أول شهر 10 لغاية شهر 4 ما بتشوفش فيهم شمس خالص، غيوم، في برضو رطوبة، ولو شفت شعاع شمس هتجري وراه عشان تقف فيه. وده على فكرة بيأثر تأثير سلبي جامد على الحالة النفسية، وده مش مجرد كلام، دي دراسات وأبحاث كتير بتربط ما بين نقص الشمس والاكتئاب. عشان ما تجيش تقول لي أنت بتقول أي كلام، ناس كتير بتحس براحة نفسية لو شافت شمس، وده أنا حسيته بعد فترة في ألمانيا. يعني
في الشتاء بفصل واروح مثلا اخد لي اسبوع او اسبوعين في مصر عشان اقدر اشوف شمس شويه. وفي ناس اتغيرت المنظور بتاعها بعد فتره كورونا. الجائحه اللي جات علينا ديت بتاعت كورونا غيرت مفهوم ناس كتير بدات تشتغل اونلاين من البيت وتقضي وقت اكتر مع اهلها، وبداوا يشوفوا الحياه بشكل مختلف. ناس كتير قررت انها ما ترجعش للنمط القديم من الحياه القديمه، وفضلوا ان هم يدوروا على بيئه اهدى واريح، حتى لو معناه ان هم يسيبوا المانيا نفسها. فنقدر نقول الالمان مش بيهربوا من المانيا عشان الفلوس، مش عايزين فلوس، هم عايزين يسيبوا المانيا عشان بالنسبه لهم ده راحه بال، ويدوروا على مكان تاني ممكن بالنسبه لهم هم يكون افضل لظروفهم هم او تفكيرهم او حياتهم. وهنا عايز انوه ان انا بعمل خدمات، 3 خدمات رئيسيين. الخدمه الاولانيه خدمه استشارات، لو عايز انت نتناقش عن اي اسئله عندك ما عنديش مشكله، نحدد ميعاد ونظبط ميعاد نص ساعه، ساعه، ساعه ونص، اللي انت عايزه نتكلم فيه عن كل اللي انت عايزه، من طرق للسفر لالمانيا، هتيجي المانيا تعمل ايه، في فرص ليك انك تيجي المانيا، كل دوت ممكن نتكلم حاله حاله تخصك انت، ونتكلم على كل الاسئله اللي بتدور في بالك. الخدمه الثانيه ان انا بعمل لك خطه دراسيه تقدر انك تقدم بيها على الجامعات هنا في المانيا وتلاقي القبول المتين، عشان لما تيجي بعد كده تقدم على الجامعات يبقى في فرص جامده. لما اعمل لك البلان دي بوضح لك في جامعات تقدم عليها تاخد قبول، في جامعات تقدم عليها ممكن نص نص تاخد قبول، في جامعات دي مش هتقبلك، فبحدد لك القصه ديت في البلان اللي بعملها لك. تالت واحدة هي خدمة تقديمات، أنا بعمل نفسي أنت وبقدم لك أنا من الألف للياء، من الصفر لغاية لما تاخد القبول. والخدمات دي كلها ابعت لي على الإيميل اللي مكتوب في الديسكريبشن عشان ابعت لك كل التفاصيل. يلا بينا نكمل. فنرجع بقى نبص على الصورة الكبيرة. ممكن يكون كمان في أسباب السياسية الناس بتسافر بسببها، ممكن في أسباب إن هم عايزين يتقاعدوا ويقعدوا بره ألمانيا في المعاش بتاعهم، دي برضو نقطة تانية. بس احنا مش هنركز على النقط ديت في حلقة النهاردة. انا ركزت على الحالة النفسية، ركزت على الحالة الاجتماعية، ركزت على الحالة الاقتصادية. فممكن نراجع الأسباب اللي شايفاها فعلا الناس دي مشكلة في ألمانيا وسابت ألمانيا عشانها. أول سبب إن الحياة في ألمانيا بقت غالية شوية على الناس دي. كتير من الناس حاسين إن جودة الحياة مش متناسبة مع اللي بيدفعوه كل شهر. العمل بقى شوية فيه ضغط، والبيروقراطية بقت تخنق شوية. المناخ والجو مأساوي لأغلب السنة. السياسة مش مستقرة، وبدأ احنا نشوف يعني توجهات مش حلوة الفترة اللي فاتت. في برضو بعض الأطفال بيتعرضوا لضغط في التعليم، يعني في المدارس بيحسوا إن هم مضغوطين جامد. سيستم بيضغط الأطفال قوي عشان يتعلموا ويدرسوا. في بعض أولياء الأمور ما بتبقاش عايزة كده. والآخر سبب إن في بدائل في العالم بقت أهدى وأرخص للألمان إن هم يسافروا ويقعدوا فيها. فهل ده معناه إن ألمانيا بقت وحشة؟ خلاص بقت وحشة؟ لا، ما بقتش وحشة. ألمانيا ما بقتش وحشة، بس بقى فيها التنافسية شوية مع الدول التانية بقت أقل شوية. يعني ألمانيا في يوم من الأيام كانت وحش أوروبا، بس دلوقتي تحس إن الموضوع ده أقل شوية. في فرق ضخم كان زمان، والنتيجة بقت الناس عندها اختيارات وبقوا يقدروا إن هم يروحوا يستقروا في بلاد تانية. طب دي أزمة ولا حاجة طبيعية؟ بصراحة إجابتي ليك هتكون الاتنين. هي مش أزمة دلوقتي، يعني مش بكرة هنصحى نلاقي الألمان كلهم اختفوا وسابوا البلد، لا، بس هي تقدر تقول كده جرس إنذار ناعم بيقول حتى الناس اللي اتولدت هنا وعاشت هنا مش شرط تفضل وتقعد هنا لو ما قدرتش البلد توفر لهم الراحة اللي هم بيدوروا عليها. فالهجرة العكسية مش بس ترند في السوشيال ميديا، دي علامة على تغيير أعمق بيحصل في العالم كله. الناس بتدور على راحة البال أكتر من الراتب، على الهدوء أكتر من القوة الاقتصادية، على الشمس أكتر من التأمين الصحي. وسواء كنت مهاجر أو شخص ألماني، قرار واحد: هعيش فين، إزاي، وليه؟ والإجابة عند ناس كتير بقت لا، أنا مش هقعد في ألمانيا. لو انت وصلت معايا الحته دي ما تنساش تدعم الجميل باللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل جديد بينزل، فيديو جديد ومواضيع جديده مهمه هنناقشها في المستقبل. ما تنساش بقى الدعم الجميل بتاعك، ونشوفكم على خير في فيديو جديد في حلقه جديده ان شاء الله على خير، وكل التوفيق والنجاح. سلام احسن ناس.